أنا الأحياء كانت عاملة لي أزمة في حياتي، ما كنتش عارف أحلها وكنت باكرهها جدًا، والحمد لله في آخر السنة قفّلتها. فالفيديو دوّة محتويات الفيديو ده كده هاقول لك رحلتي مع المادة، تريكات المادة وإزاي قفّلتها، المدرسين اللي أنا سمعتهم، وإيه الكتب اللي أنا حليتها، وهنتكلم برضه عن تقسيمة الأبواب، وإيه أكتر أبواب بييجي عليها أسئلة في الامتحانات وعليها درجات أكتر، عشان بحيث إن أنت مثلًا لو لسه بادئ تبدأ بيهم على طول. فالفيديو ده مهم جدًا ركّز فيه، لإن الأحياء عليها 60 درجة، دول مش شوية خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايمًا يا رب. النهارده الفيديو التالت من سلسلة رحلتي مع مواد ثانوية عامة، فيديو الأحياء. ويا جماعة الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات الفيزيا يا دكتور، الكيميا، كده مش متابعين معانا. أنا منزّل الفيزيا ومنزّل الكيميا، فلو ما شُفتهمش خلّص الفيديو ده وروح شوفهم على طول. يعني قبل ما تكتب كومنت خُش على القناة، تقريبًا أنا باتكلم في كل حاجة، فلو دخلت هتلاقي الحاجة اللي أنت عايزها. وزي ما متعودين قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب، وتدل على الخير كفاعله. زي ما أنت محتاج الفيديو في غيرك محتاجه. أنا أول ما بدأت الأحياء دي ما كنتش باحبها خالص، لإن أنا كنت باعمل غلطة 90% من الطلاب بيعملوها وهي اللي بتضيّعهم، إن هم فاكرين إن الأحياء دي حفظ. أنا كنت يعني مش كنت شايف الأحياء دي غير إن هي مادة حفظ، ودوّة غلط جدًا، جدًا. أنت لو حفظت الأحياء ديّة هاقول لك مثلًا لو حفظتها زي القرآن، لو حفظت الأحياء دي كده زي القرآن، دخلت الامتحان حرفيًا مش هتنجح. مش هاقول لك مش مثلًا هتجيب درجة حلوة أو كده، مش هتنجح، مش هتعدّي النُص. لإن الأحياء مهم جدًا، جدًا إن أنت تفهم فيها، مهم جدًا، جدًا إن أنت تفهم فيها، لإن السؤال هي أي نعم فيها حفظ كتير، لازم تحفظ حاجات كتير، بس لازم مع الحفظ لازم فهم. ما تقنعنيش إن أنت هتحفظ المادة تخش تحل الامتحان. هتحل وفي أسئلة هتحلها، بس معظم الأسئلة مش هتحلها، بسبب إن أنت اعتمدت على الحفظ بس. وبعد الحمد لله لمّا استوعبت إن الأحياء حفظ وفهم، يمكن الحفظ فيها أكتر بس مهم جدًا فيها الفهم، كانت نُص السنة عدّت. بس لمّا قررت أبدأ بقى وخلاص إن أنا بدأت إن أنا أضطر إن أنا أحب المادة دي، لإن المادة ديّة دراستها أقرب جدًا للدراسة الطبية. فأنتم اللي هيخش منكم كلية طبية هيدرس بيولوجي اللي هي الأحياء، أو سيتولوجي برضه دي فرع من فروعها. فهي نفس منهج ثانوية عامة بس بتوسُّع كبير جدًا. فأنا حبّيت يعني إن أنا بعد ما اخترت الكُلّية، حسّيت إن أنا حابب إن أنا يعني إن أنا أذاكر المادة وأفهمها صح، فبدأت إن أنا آخُد أول خطوة في طريقة المذاكرة الصح، واللي هي إن أنا أجيب كشكول. باجيب كشكول عادي جدًا، لو الكشكول لسه معايا لو كده ممكن أصوّر لكم منّه حاجات وأنزّلها لكم. وأنا باذاكر باطلّع منّه تريكات ما اتقالتش في الشرح، المدرس ما قالهاش، ودي باسيبها ليّا لمّا آجي أراجع. فكل اللي بيتفرّج على الفيديو دلوقتي يا جماعة ينزل يشترك، عشان نسبة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا من اللي بيتفرّجوا على الفيديوهات مش مشتركين، يعني المشتركين نسبة صغيّرة جدًا. فاشترك في القناة مش هتخسر حاجة، أديني قاعد مستنيك أهو. خلّصت؟ يالّا بقى نكمّل. بدأت بقى إن أنا أحفظ فيها الأجزاء اللي هي محتاجة حفظ. وكان المدرس اللي أنا كنت باخد معاه سنتر في أول السنة كنت باخد سنتر، بعدين بقى قعدت ونقلت كل دروسي أونلاين. كان كل حصة يسأل ويحرجني، كل حصة يسأل ويحرجني. فده كان بيضطرني إن أنا أحفظ فيها شوية حاجات يعني، بس أنا برضه ما كانش في دماغي اللي هو إن أنا بقى أبدأ وأذاكر وأعمل، بس كنت باحاول إن أنا أحفظ فيها شوية حاجات، بحيث إن هو لمّا يسألني يعني ما يحرجنيش في وسط المجموعة وزمايلي يعني. لمّا قررت إن أنا أبدأ خلاص جات، فكان لازم أعرف إيه تقسيمة الأبواب، إيه أكتر أبواب عليها درجات، بحيث إن أنا ما أحطش مجهود في مكان غلط، بحيث برضه إن أنا لو ما لحقتش أراجع يبقى أنا برضه ضامن أكتر أجزاء عليها درجات في الامتحان، وأكتر أجزاء بييجي منها أسئلة ما هو عليه درجات أكتر، بمعنى برضه إن هو عليه أسئلة أكتر أو بييجي منه أكبر عدد أسئلة في الامتحان. وبعد كده عرفت إن التكاثر والDNA والRNA عليهم أكبر عدد درجات في الامتحان وأكتر عدد أسئلة في الامتحان، فدول خلاص لازم أهتم بيهم. مع إن كان بيواجهني مشاكل كتير أوي في مسائل الDNA. بعض المسائل ما كنتش باعرف أحلها خالص، وكان الموضوع معقّد معايا في الأول. تقسيمة الأبواب عندك الدعامة عليها 5 درجات، الدعامة والحركة كلّها عليها 5 درجات. عندك التنسيق الهرموني عليه 6 درجات. عندك التكاثر عليه 12 درجة. أنت متخيّل عليه 12 درجة. وعندك المناعة عليها 8 درجات. وعندك الDNA والRNA كل واحد فيهم عليه 7 درجات. وهنا عرفت إن أنا لازم أخلّي الأولوية للتكاثر الDNA والRNA والمناعة. أنا المناعة واجهتني فيها مشاكل، إن أنا متلخبط فيها جدًا، جدًا، وحليت المشكلة دي إن أنا بدأت أربّط الدروس مع بعضها. التكاثر بالنسبة لي كان كويس جدًا، ما واجهتنيش في أي مشاكل خالص. الDNA بقى والRNA حرفيًا دول كانوا عاملين لي أزمة في الأول، بس بعد كده اكتشفت إن هم من أمتع الأبواب، وهم كده، كده مكمّلين معاك. لو دخلت كلية طبية فهُم كده، كده مكمّلين معاك، بس طبعًا مش زي منهج تالتة ثانوي لأ، ده DNA وRNA، يعني الموضوع كبير. وبالنسبة بقى للحل يا جماعة لازم تركّز جدًا، جدًا على النماذج الاسترشادية اللي بتنزّلها الوزارة أسئلة الامتحانات السابقة. بالنسبة للحل أنا حلّيت كتاب الذهبي، حلّيت كتاب الذهبي كلّه، كتاب حلو جدًا، جدًا، جدًا. وكان معايا كتاب امتحان قديم، نسخة قديمة يعني، حلّيت فيه شوية حاجات لإن هو تقريبًا كان معظمه محلول يعني. فحليت فيه شوية حاجات. وبالنسبة للمدرسين أنا كنت باسمع محمد أيمن والجوهري، كنت باسمع الاتنين لمّا بدأت أقعد، بس هُم فيهم يعني في حاجتين وحشين،
في الموضوع، وهم بس هم شرحهم ممتاز. هم شرحهم في المجمل ممتاز، بس في حاجتين لازم تخلي بالك منهم، ان هم بيقولوا زيادات كتيره جدا جدا جدا، معلومات طبيه كتيره جدا مش عليك وانت مش مطالب بيها، بس عشان هم عايزين يفهموك. بس هي زيادات، يعني انت لو دخلت تسمع مثلا معسكر ولا حاجه 6 ساعات، فانت هتلاقي مثلا ان دماغك خدت كميه معلومات انت مش محتاجها خالص، ومش ركزت على المعلومات الاساسيه اصلا. فالموضوع ده مش حلو يعني. غير بقى لو انت مثلا راجل متارجت على المجال الطبي، فالموضوع ده بالنسبه لك هيبقى كويس جدا، هتحس ان انت عايز تتعمق في الموضوع وعايز تفهم اكتر فالموضوع هيبقى كويس جدا بالنسبه لك. انا كنت بقعد اسمعهم عادي بالساعات. فيا شباب، حاولوا ان انتوا تحبوا الماده، حاولوا ان انت تغير فكرتك عن الماده. الماده فيها نسبه فهم وفيها نسبه فهم كبيره، لو اعتمدت على الحفظ بس هتضيع. نصيحتي للناس اللي لسه بادئه، عندك التكاثر، الدي ان ايه، الار ان ايه، لازم تدشملهم حرفيا، عشان ده هيساعدك جدا جدا ان انت تعرف تقفل الماده لو انت بادئ متاخر. حتى برضو لو انت بادئ من اول السنه، ركز عليهم اكتر، ذاكرهم اكتر، بحيث ان انت تبقى ضامن اكتر او اكبر عدد من الدرجات في الامتحان. بس كده يا شباب، لو وصلت لاخر الفيديو اكتب لي في كومنت الماده اللي انت عايز نعملها لك الفيديو الجاي، وان شاء الله هنزلها لك على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.